زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ايه هي اهم حاجه العروسه تبدا بيها، هي حاجه المطبخ. تعالوا النهارده هكلمكم في حاجه يمكن مش اهم حاجه ولا اول حاجه العروسه تبدا بيها، بس اكتر حاجه فيها متاهات وحوارات وتبقي مش عارفه انت بتجيبي ايه ولا ما تجيبش ايه وحوارات كتير جدا. تعالوا بقى في الفيديو ده هنلم كل الحاجات ديت في فيديو واحد. بس اتمنى من الاول ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو ده عشان كل عروسه تستفاد. في الفيديو ده هنتكلم عن البلاستيكات حوار كبير جدا ما بيخلصش. اول حاجه خالص لو انت ما جبتيش اي بلاستيكات، اول حاجه هتبداي بيها هتبداي باطقم الحمام. اطقم الحمام اللي هي هتبداي بيها عشان خاطر اطقم شامله، بس اطقم الحمام برضو فيها بعض المتاهات، تعالوا نتكلم عنها بالتفاصيل. اطقم الحمام فيها اعداد كتير، بتبدا معانا من 7 قطع لحد ال 50 قطعه. اهم حاجه في طقم الحمام ما يكونش عدد القطع، بس يكون اولويات القطع، يعني تكون القطع كلها اساسيه. بمعنى ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا طقم 10 قطع، ده اهو اهم بكتير جدا من طقم 30 قطعه. ليه بقى؟ لان الطقم ال 30 قطعه ده حاطط لي عدد وخلاص. يعني بمعنى ايه؟ ان هو حاطط لي شماعات فهو حاسب لي 6 قطع، حاطط لي اطباق بلاستيك فهو حاسب لي 6 قطع، حاطط لي الحاجات الزبالات الصغيره دي فحاطط لي 3 قطع. فطبعا العدد ما بيبقاش ليه اهميه قوي في طقم الحمام قد ما يكون حاجته اساسيه. يعني عندنا مثلا اشهر براند او اشهر حاجه معروفه في طقم الحمام او البلاستيكات عامه هي الوطنيه. الوطنيه عندنا اهم 3 اطقم فيه الطقم ال7 قطع وال10 قطعه وال15 قطعه، لان دول بيبقوا كلهم قطع اساسيه. الفرق ما بينهم بيبقى بسيط في السعر، لكن انتوا ليكوا الاختيار في احتياجاتكم. نبعد بقى عن الاعداد الكبيره خالص. تاني حاجه بقى ان الاطقم دي بيبقى فيها موديلين، طقم بالرسم زي ما انتوا شايفين كده، وطقم اللي هو الرتان. طبعا بيبقى على حسب الديكور اللي انتوا هتختاروه، لكن البلاستيك واحد والجوده بتاعته بتبقى واحده. عايز اقول لكم ان كمان من اهم الحاجات اللي انتوا تجيبوها حتى لو في طقم حمام ان هو البلاستيك بتاعها يكون بي 5 عشان يبقى صحي، لان البلاستيك ممكن ياثر علينا من اللمس مش الاستخدام بس. ان هو لو مش صحي او مش بي 5 واحنا نلمسه ممكن يحصل امراض او ينقل لنا عدوى، او ان هو يبقى مش كويس لانه بيبقى معمول بطريقه مش كويسه، وبيبقى معمول بطريقه معالجه غير صحيحه. فيفضل ان هو يبقى فيه بي 5 حتى لو في طقم حمام. دي كده اول حاجه نبدا بيها في البلاستيكات. تعالوا نشوف الحاجه اللي بعدها. كده بنخش على الزبالات. الزبالات بتيجي قد ايه وبنجيب منها ايه الحجم المناسب؟ الزبالات اول حاجه بنجيبها للمطبخ. المطبخ بنجيب له اكبر زباله ان احنا بنجيبها، اللي هي بنجيب مقاس 3 بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا دي في منها موديلات اللي هو الرتان، وفي موديلات ساده، وفي موديلات بالرسم. الافضل ايه بقى فيها على حسب الديكور والذوق اللي انتم بتجيبوه. برضو الزباله، يعني عندنا مثلا ماركه الوطنيه او الهلال والنجمه بينزلوا الزباله بي 5، يعني صحيه جدا، فمش لازم انها تحط فيها زباله انها تتجاب رديئه، لا، انها تتجاب برضو حاجه كويسه، لكن الشكل والموديل ده على حسب اختياركم. كده احنا بنجيب زباله واحده اللي هي مقاس 3 اللي هي اكبر مقاس، دي بتبقى للمطبخ. بعد كده بنخش بنعد احنا عندنا كام اوضه ونجيب لكل اوضه زباله منهم اللي هي بتبقى وسط، اللي هي بتبقى في الغالب مقاس 2. برضو على حسب الديكور بتاعكم انتوا بتجيبوا بالرسم او بتجيبوا رتان او بتجيبوا ساده. اما بقى بالنسبه يعني لو انتوا مثلا عندكم 3 اوض بتجيبوا 3 زبالات، او اوضتين بتجيبوا زبالتين، واحده لكل اوضه. بعد كده بقى بتجيبوا الباسكت او الزباله الصغيره خالص، دي لو انتوا في طقم الحمام ما فيهوش واحده بتجيبوا واحده للحمام. طب ايه بقى في حته صغيره كده لازم ناخد بالنا منها، ان الزباله بتاعت الحمام لازم لما تيجي تبقى بغطا، يعني بتبقى بالشكل ده. في ناس طبعا بتجيب ديت وتحطها في الحمام، طبعا دي ما تنفعش خالص، لازم بتاعت الحمام تبقى بغطا. دي لو انتوا مثلا مش قادرين تجيبوا دي، كل الموديلات ديت بتجيبوا دي بتحطها في اوضه الاطفال، في اوضه الضيوف، بتحطها في اوضه النوم، ماشي شغال، اللي هي الحاجات اللي بتبقى مش مكشوفه. لكن الحمام لازم يبقى فيه باسكت بغطا. دي كده عدد الباسكتات اللي بيجي، يعني واحده للمطبخ، واحده للحمام تكون بغطا، واحده لكل اوضه، في واحده بنجيبها برده وسط للصاله او الريسبشن اللي احنا بنبقى فيه، وبرده يفضل ان هي تبقى بغطا. دي اعداد الزبالات. تعالوا نشوف اللي بعد الزبالات. بعد كده بنخش على الشانون او الكومودينو. الشانون بقى ايه الافضل فيه وايه يتجاب ويتجاب ازاي؟ الشانون فيه كذا موديل. اول موديل عندنا وهو الموديل الرتان. الموديل الرتان ده يفضل ان هو لو اتجاب يتحط جوه المطبخ او يبقى جوه الشقه، يعني ما ينفعش نجيبه ونحطه في البلكونه مثلا. ليه بقى؟ لان هو دايما كله مكشوف، وده طبعا هيبقى عرضه ان هو يدخل تراب، او يبقى عرضه ان هو مثلا يدخل حشرات او اي حاجه. فيفضل ان هو لو يتجاب في قلب المطبخ او في قلب الشقه. تاني حاجه من الشانون في منه اللي هو بيتجمع بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده اهو. التجميع ده طبعا بيتركب على بعضه وبيبقى فيه جزء كده مفرغ اللي هو بنحط فيه الحاجه بتاعتنا من الخضار او الفواكه او ايا كانت ايه هي. ده طبعا نفس فكره الرتان، بس ده موديل بلاستيك، يعني هو رتان برضو بس بلاستيك،
وده انا بفضله عن التاني لان بيبقى عمره اطول وعمره اقوى كمان. طبعا ده نفس الفكره، بيتجاب بيتحط في المطبخ او بيتحط في قلب الصاله يعني، او في قلب الشقه عامه، مكان مقفول. اما بقى لو انا هفضل ان انا اجيب التاني او اللي هو الشانون المقفول ابو دراج، ده يفضل ان هو لو هتحطوه في البلكونه بقى عادي حطوه براحتكم، لان الاخرام بتاعته ضيقه، فهو حلو جدا ان هو مش هيخش فيه اي فران او اي حاجه. ثانيا ان هو بدرج مقفول ومحكم، فده ينفع معانا في قلب المطبخ، او ينفع معانا في قلب البلكونه، وينفع كمان نحط فيه كل حاجه زي البصل والحاجات اللي هي بتتحط في الخزين بتاعنا عادي جدا في البلكونه ومحتاجه تهويه. ثانيا ان في نفس الموديل ده بيبقى فيه منه حاجه اسمها كومودينو، طبعا ده بيتجاب ويتحط فيه ملابس او كتب او ادوات مدرسيه، ده بيبقى كله مقفل يعني ما فيهوش الاخرام دي، لكن الشانون بيبقى فيه الاخرام دي عشان تعمل تهويه للخضار والفواكه، فده الفرق ما بينهم. دي بالنسبه للشانون. تعالوا نقول لكم ايه اللي هيتجاب بعد كده. بنخش على جردل المسح. جردل المسح بيبقى فيه 3 موديلات. اول حاجه اللي هو الجردل العين المستطيل ده اللي بيستخدم كده، والجردل الدوار، والجردل العادي. طبعا الجردل ده تصميمه نازل افضل حاجه ان هو يتجاب للمساحات اللي مش كبيره قوي يعني، ويفضل كمان ان هو اللي هيتجاب لو هتستخدموه للحوائط او للسقف، لان العصايه بتاعته بتلف 360 درجه، هو الاحدث وهو الاشيك بالشكل ده، وكمان ما بياخدش مساحه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا ان هو يكون افضل شركاته هي الوطنيه، من افضل الشركات اللي عملته كمان بيبقى بي 5. ده بالنسبه للمساحات اللي مش كبيره، لكن اللي عنده مساحات كبيره يفضل ان هو يجيب الجردل الدوار. واهم حاجه فيه كمان ان هو يجيب الوعاء اللي هو او البقره اللي جوه دي تبقى ستانلس، ما تبقاش بلاستيك عشان يبقى عمرها اطول، وبالفعل كمان بتبقى ستانلس اصل على فكره. فده يفضل ان هو يتجاب. طبعا في موديلات كتير جدا، في اللي هو بعجل وفي اللي هو ايد ورجل، ده كله ما بيفرقش، الموديل ده على حسب راحتك انت، بس الفكره كلها الاساسيات بتاعته ان هو يكون البلاستيك بتاعه بيور ويكون مرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده اهو، وكمان الدايره بتاعته اللي جوه دي تبقى استانلس عشان يعيش معانا ويبقى افضل. اما بقى الجردل العادي ده بيتجاب، في ناس كتير جدا بتجيبه اضافي جنب ده او ده، يعني ما بيجيبوش الاثنين، يا ده يا ده، بيجيبوه اضافي ليه بقى؟ عشان خاطر لمسح السلم، لمسح البلكونه، الحاجات اللي هي ممكن يخرجوا فيها الجردل ده عادي ويستخدموه عادي وما يخافوش عليه لو وقع اتكسر او الكلام ده. ده طبعا بيبقى اقل في السعر. ده كده الفرق ما بينهم. تعالوا نشوف اللي بعده. بعد كده بنخش في المتاهه الاكبر والجزء الاخطر في البلاستيكات. رفايع البلاستيكات بتبقى كتير جدا وحواراتها كتير. تعالوا بقى نتكلم عنها بالتفاصيل عشان تعرفوا هتجيبوا فيها ايه ومش هتجيبوا فيها ايه. اول حاجه في البلاستيكات او في رفايع البلاستيكات بتجيبوها هي علب الثلاجه. علب الثلاجه لازم تجيبوها بي 5. يعني ايه بي 5؟ البي 5 دي بتبقى مكتوبه من ورا كده الختم اللي هو المثلث اللي فيه رقم 5، دي بتبقى اعلى افضل جوده للبلاستيك الصحي اللي يستخدم. وكمان ان هي بيبقى مرسوم عليها بقى علامه الميكرويف انها تخش الميكرويف، مرسوم عليها علامه الفريزر انها تخش الفريزر. دي كلها حاجات مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتري علبه الثلاجه. وبعد كده في علبه الثلاجه كمان اللي بيخش الميكرويف لازم نجيبها ما تبقاش محكمه الغلق واحنا بندخلها الميكرويف، ويفضل ان احنا لو نحطها في الميكرويف ما نحطهاش بغطا عشان خاطر ما يحصلش فيها سخونيه في الاكل اللي جواها او حاجه وممكن تفرقع جوه الميكرويف. ده بالنسبه لعلب الثلاجه. بعد كده بيبقى في حاجات بسيطه جدا في الرفايع البلاستيكات زي كده، ده اسمه منظم درج، وبتبقى حاجه حلوه جدا وسلسه وبتسهل علينا الامور، ان احنا ممكن بنحطها في الدرج بنحط جوه الحاجات منظمه زي المعالق والشوك والسكاكين، بتبقى منظمه جدا في قلب الدرج. بعد كده بيبقى عندنا المضخات اللي بتتحط على في المطبخ، اللي بتتحط على الحوض اللي بنحط فيها الاسبونشه اللي احنا بنغسل بيها المواعين، وهنا كمان بنحط الصابون السائل، يعني بنضغط على ديت وبننزل على الاسبونشه، بتبقى سهله حلوه وحلوه جدا. برضو اهم حاجه ولازم تبقى في كل حاجه هي ان البلاستيك بتاعها يبقى بي 5. برضو من الحاجات الناجحه جدا هي رشاقه المعالق، رشاقه السكاكين اللي بتتحط على الرخامه، بيبقى شايله المعالق في الجنبين، وهنا رشاقه سكاكين حلوه انها بلاستيك، لونها ما بيغيرش ما بتصديش لو هي معدن او حاجه، في نفس الوقت بيبقى عمرها طويل جدا وبتلم لنا كل حاجه على المطبخ. بعد كده بنخش على البولات او الاطباق البلاستيك، برضو بنجيبها بكل مقاساتها على حسب احتياجنا. ضروري قوي ان احنا نجيب كل المقاسات بس ما نجيبش اعداد كبيره، يعني مش لازم نجيب من كل حاجه 6 ولا 3 ولا 4، لا ممكن نجيب حتى لو من كل حاجه قطعتين او قطعه واحده بس، المهم ان احنا نبقى موفرين كل المقاسات عشان خاطر لو احتاجنا اي حاجه في المطبخ نقدر نلاقي الطبق المناسب ليها. وبرضه اعيد عليكم حته ان هي تبقى بي 5. طبعا بيبقى في حاجه برضه من الحاجات المهمه هي الازايز الاكليريك او البلاستيك البي 5 الصحي اللي بتتحط في الثلاجه، لازم تبقى في بي 5 عشان خاطر لو نلاحظ ازاز الشرب اللي احنا بنشتريها العاديه خالص من السوبر ماركت بتبقى مكتوب عليها ان هي بي 1 او بي 2،
ودي الاستخدام مره واحده، لكن البلاستيك اللي زي كده لازم مكتوب عليها بي 5 عشان خاطر تبقى استخدام دايم الوقت الطويل. دي بالنسبه للبلاستيكات. في حاجات بقى من الحاجات التافهه في رفاعي البلاستيكات اللي ممكن ما نجيبهاش، هي علب الفشار. علب الفشار هي حاجه مش مهمه قوي، بس يعني حاجه للترفيه. في ناس بتحب تجيبها عشان خاطر لو حابه تعمل فشار بتاع تقعد قدام الحاجات اللي بتبقى في اول الجواز دي بس، وبعد كده ما بنلاقيهاش دي. اما بقى اللي بعد منها حاجه برده من الحاجات المهمه، هي صفايه الرز. صفايه الرز دي حاجه حلوه جدا، وخصوصا ان شكلها انسيابي. بنحط في الرز بنغسله وبنصفيها كده، وفي نفس الوقت لو هتتخانقوا انتوا الاثنين في قلب المطبخ تقدري تلبسيها خوذه كده عشان لو هو هيضربك بعصايه المقش على دماغك ولا حاجه، فتبقى حمايه ليكي، وفي نفس الوقت حاجه حلوه جدا للرز. من الحاجات برضو اللي طلعت حديثا في رفاعي البلاستيكات هي علب البقوليات. علب البقوليات حلوه جدا واستخداماتها متعدده، يعني ممكن نحط فيها كل انواع البقوليات، يبقى ليه علبته الخاصه بيه عشان خاطر ما نقعدش نجيب الكيس بتاعها ونقعد نفتح ونقعد نقفل ومش عارف ايه. لا، هي العلب دي حلوه جدا، بتبقى شكلها مستطيل بالشكل ده كده وضيق، عشان خاطر لو نرصهم جنب بعض ما ياخدوش مساحه، وفي نفس الوقت تبقى حلوه جدا وتاخد معانا كميات كبيره كمان. طبعا في منها المربع وفي منها المستطيل، على حسب اختياراتكم وعلى حسب ذوقكم وعلى حسب المكان بتاعكم اللي انتم مصممينه. حاجه برضو من رفايع البلاستيكات المهمه جدا هي منظم الثلاجه. منظم الثلاجه حلو جدا وناجح جدا، وكمان ان احنا ممكن ننظم بيه رف الثلاجه كله، اللي احنا نحط كده جنب بعض ونحط في كل رف حاجه، يعني نحط هنا خيار، هنا طماطم، هنا الحاجات اللي بتتحط في الثلاجه، بتبقى حلوه جدا ومميزه. طبعا من الحاجات برضو الاضافيه في البلاستيكات هي الحاجات اللي زي كده، دي بتتحط على الحوض وانت بتغسلي. الفكره ان دي بتتفتح كده عشان خاطر تطول الحوض من ناحيتين، ولو انت هتغسلي فيها حاجه وكده تبقى معاكي على الحوض. حلوه جدا واضافيه من الحاجات المبتكره في البلاستيكات. بعد كده بنخش على صفايه الاطباق او الصفايه اللي بتتحط على الحوض. في منها كل الموديلات، يفضل الموديلات اللي يعني لو احنا هنجيب موديل من غير قاعده من تحت، ده يبقى جنب الحوض مباشر عشان لو صفت ميه تنزل على الحوض. اما لو هتبقى بعيد عن الحوض نجيبه من اللي هي ليه قاعده بلاستيك من تحت، برضو لازم يكون بلاستيك بي 5. بعد كده بنخش على الشماعات. الشماعات دي طبعا انا ما اقدرش اقول لكم تجيبوا منها اعداد قد ايه، لان دي بتبقى على حسب احتياجاتكم، على حسب الهدوم اللي انتوا بتجيبوها. طبعا احنا دلوقتي العرايس بقت تجيب هدوم كتير جدا ليها، وهدوم كتير هو كمان العريس بيجيبها، فانت بقى دي بتبقى عمليه حسابيه كده ليكي بتجيبي من خلالها الشماعات. طبعا كل الحاجات دي رفايع الفيديوهات دي من النوع ده بتاخد مني مجهود قوي جدا. انا بعملها ليه؟ انا ما بعملش دعايه لمنتج او ما بتكلمش على منتج بعينه ولا بقول سعر، بس بعمل كده عشان خاطر العرايس اللي بتبقى تايهه، بتحس انها رايحه كده في بحر بلاستيكات مش عارفه تجيب ايه وما تجيبش ايه، وكل اللي قابلها تقعد تجيبه، كل اللي قابلها تقعد تجيبه. فانا في الفيديوهات دي بحاول ارشد ليكم الموضوع وارشح ليكم تجيبوا ايه. اتمنى الدعم، لايك وشير عشان خاطر غيركم يستفاد، علشان خاطر عرايس تبقى عارفه هي هتجيب ايه. اتمنى برضو وانتوا بتشتروا تجيبوا كميات قليله. خلاص مش عايزين نبطل موضوع البهرجه وموضوع الكميات الكتير. اتمنى برضو ان انتوا تعملوا لايك وشير، وباكد عشان خاطر غيركم يستفاد ويعرف هو هيجيب ايه بالظبط. شكرا.